السلام عليكم. هكلمكم النهاردة على برنامجين دراسيين بيحلوا مشكلتين أساسيتين تقريبا عند أغلب الناس اللي بتكلمني فيما يتعلق بالدراسة في كندا. المشكلة الأولى متعلقة بتكلفة الدراسة. طبعا الناس بتحاول توصل لتكلفة دراسية منخفضة جدا لأن هم يقدروا يجوا يدرسوا هنا. وتاني حاجة وهي مشكلة تتعلق إن هم عايزين البرنامج اللي تكلفته منخفضة يدرسوه في مدينة يقدروا إن هم يعيشوا فيها والجو بتاعها يكون معتدل نسبيا. ونتكلم عن المدينة دي فبنتكلم تحديدا على مدينة فانكوفر. فجايب لكم النهارده الحل ده لبعض التخصصات اللي هي تتعلق بالبيزنس ادمنستريشن او الماركتنج او السيلز او الناس خريجين كليات التجاره او حتى خريجين كليه التربيه. من وجهة نظري ان البرنامجين دول هيغيروا جدا طريقة تفكيركم في ما يتعلق بالدراسة في فانكوفر تحديدا، وهل هي مدينة مناسبة للدراسة ولا لا. وطبعا on top of that يعني فوق كل هذا عندك ميزة كويسة جدا في الجامعة او الكلية اللي هتكلم عليها، ان هي اول حاجة بتدي لك تصريح عمل ما بعد الدراسة، وفي البرنامجين دول تحديدا بتدي لك 3 سنين عمل ما بعد الدراسة. وحاجة برضو on top of all of that ان هم بيدوا لك conditional offer. لو انت خلاص بقى اللغة عندك خلاص مش هتقدر تعمل حاجة في اللغة، فهو بيدي لك ان انت تقدر تستخدم ال conditional offer للحصول على ال letter of acceptance. يلا ندخل مع بعض في الفيديو. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنساش يعني عشان تساعدني شوية في انتشار الصفحة وفي القناة تعمل لايك دلوقتي حالا في الفيديو اللي بتتفرج عليا فيه، وتعمل سبسكرايب سواء بتتفرج عليا على اليوتيوب او الفيسبوك. ما تنساش تحط لي كومنت لو انت حابب تعرف على اي تخصصات اي تفاصيل تاني. نبدأ على طول في الفيديو. أهلا بكم مرة تانية. هكلمكم النهاردة على كوليدج اسمها لانجارا كوليدج. الكوليدج دي بقى لها فترة تقريبا حاجة و20 سنة، من سنة 1994 موجودة هنا. كوليدج حكومية قديمة معروفة جدا هنا في فانكوفر، وعندها برامج كتير جدا جدا بتقدر ان انت تختار ما بينها. بس النهاردة تحديدا البرنامجين اللي هكلمكم عليهم هم مختصين جدا بالماركتينج والبيزنس ادمنستريشن. هو البرنامجين هكلمكم على التفاصيل بتاعتهم بشكل عام والتكلفة بتاعتهم وكل حاجة. فأتمنى بس مرة تانية لو انت عملتش لايك الأول تعمل لايك دلوقتي وندخل مع بعض في البرنامجين. البرنامج الأول وهو بوست جراديويت دبلومة في البيزنس ادمنستريشن. البيزنس ادمنستريشن ده المقصود بيه إدارة الأعمال، اللي هو تقدر تشتغل في أي حاجة ليها علاقة بإدارة الأعمال، في البلاننج بتاع الشركات، في الاسيستنس بتاع الشركة، يعني في أي حاجة ليها علاقة بإدارة الأعمال والبيزنس بشكل عام، إنشاء الشركات مش عارف إيه، كل الحاجات دي ممكن تشتغل فيها. فبالتالي ده برنامج كويس جدا. ناس كتير ممكن لو انت بتفكر تحول او تعمل شيفت كارير ليه ممكن ده حاجه برضو تساعدك. لو انت عندك طبعا ستوري تعمل باك اب للكلام اللي انت بتغير فيه. لو انت مثلا هندسه وعايز تنقل للبرنامج ده فلازم يكون عندك باك اب ليه انت ليه عايز تدخل في البيزنس ادمنستريشن. فبرنامج كويس جدا، مدته 2 سنين، وهو بوست جراديويت دبلومه، يعني دبلومه ما بعد التخرج مدتها 2 سنين. طبعا حاجة كويسة ان انت بما انك هتدرس 2 سنين فتقدر تحصل على 3 سنين بوست جراديويت ورك بيرميت. هكلمكم على تكلفة البرنامج ده، بس قبل ما اكلمكم على التكلفة هقول لكم بس على ايه الاشتراطات القبول في البرنامج. اول حاجة خالص ان انت لازم يكون معاك اقل حاجة 3 سنين باتشلرز. فطبعا معظم الناس اللي بتكلمني عندها 3 سنين بكالوريوس، يعني 4 سنين يعني، بس هو طالب 3، فانت كل الناس اغلبها معاها ال3 سنين دول. وتاني حاجة طالب ان انت يكون جايب الجي بي اي بتاعك اكتر من 50%، طبعا اللي هو اي حد يكون عنده ال 50% فما اكتر. البرنامج ده برضو بما يتعلق باللغة هو عنده 3 اختبارات ممكن تدخل فيهم، يا اما الايلتس يا اما الدولينجو يا اما التوفل. الايلتس بتاعه بيبقى طالب 6.5، والدولينجو طالب 110، والتوفل طالب 88. طب انت لو مش قادر توصل للدرجة دي ممكن تعمل ايه؟ وده عكس اللي انا كنت بقوله قبل كده صراحة، لكن انا بدأت اشوف ناس واوريدي بدأت اساعد ناس فيما يتعلق ان هم يحصلوا على كونديشنال اوفر. كونديشنال اوفر ده باختصار لو انت مش قادر توصل للدرجه المطلوبه دي فانت بتطلب من الجامعه، والجامعه دي عندها الاوبشن ده، مش كل الجامعات عندها الاوبشنز ده. الجامعه دي عندها اوبشن ان هي تقول لك خلاص تعالى ادرس انجليزي عندي وانا بعد كده هديلك دخلك على البرنامج على طول من غير ما تمتحن الايلتس. فدي كده البرنامج بتاع البيزنس ادمنستريشن، مدته 2 سنين،
بيديلك 3 سنين تصريح عمل ما بعد الدراسة. ايلتس requirement بتاعته 6.5، فاعتقد ده برنامج كويس جدا ان انت ممكن تدرس فيه. وعندهم برضو في السمستر الخامس، هو البرنامج 4 سمسترز في السمستر، وفي 5 سمستر. السمستر الخامس فيه براكتيكم او تدريب عملي، فده طبعا بيساعدك بشكل كبير ان انت تحصل على عمل بعد الدراسة على طول، غير تصريح العمل طبعا ان انت تحصل على عمل. ندخل في تاني برنامج، ولو انت لسه عملتش لايك ارجوك ان انت تعمل لايك للفيديو، او لاف يعني لو انت بتتفرج عليا على الفيسبوك. ويلا بينا ندخل في تاني برنامج. تاني برنامج هو اسمه ماركتنج مانجمنت، بوست جراديويت دبلومه في الماركتنج مانجمنت. ده سنتين برضو ما بعد التخرج، مدته سنتين، وبتحصل برضو منه على 3 سنين بوست جراديويت ورك بيرميت بعد التخرج بتاعك. الاشتراطات بتاعته سيميلر جدا للاشتراطات بتاعت البيزنس ادمنستريشن بوست جراديويت دبلومه. برضو ايلتس يكون 6.5، او توفل 88، او دولينجو 110. برضو من المينيمم ريكويرمنتس بتاعته بتاعت الجي بي اي 50%، وتكون متخرج مش من اقل من 3 سنين. طبعا الماركتنج مانجمنت، طبعا الناس عارفه ايه هو الماركتنج، ان انت ازاي تعمل تسويق للبرودكتس بتاعتك او تسويق بشكل عام، وتحط استراتيجيز وبلانز وحاجات كده كتير. فبرضو ده برنامج كويس جدا لو حد حابب ان هو يدخل فيه، او لو حد عنده اوريدي خبره فيه. انا شايف ان البرنامج ده ممكن يناسب ناس كتير من خريجين كليه التجاره، او الناس اللي هي اوريدي معاها سيرتيفيكتس زي كده في مصر وحابه ان هي تكمل. وبرضه ما ننساش ان البرنامج ده بيدي لك برضه كونديشنال اوفر، ان انت ممكن تحصل على قبول مشروط لغايه ما تخلص الانجليزي عندهم، وبعد كده بتدخل على البرنامج. ما اتكلمناش على التكلفه بتاعه البرنامج، لا الاولاني ولا ده، هكلمكم عليها بعد ما اشرح لكم كل الحاجه المتعلقه بالبرامج. واعتقد ان انا كده شرحت الحاجات المتعلقه بالبرامج. هسيب لكم اللينكس بتاعه البرامج ديت موجوده تحت. بس قبل ما اسيب لكم اللينك دوت، ما تنساش لو انت ما عملتش لايك، معلش اعمل لايك، لاني اكتشفت ان انا بطلب من الناس تعمل لايك الناس بتعمل لايك كتير، لما بقولش الناس بتنسى وبتتفرج على الفيديو بتبقى عاجباها الحكايه بس ما بتعملش لايك، واللايك ده بيساعدني ان هو يوصل لناس اكتر بكتير. كده بقى نوصل لمرحله التكاليف. تكاليف الدراسة دي هي أهم حاجة اللي أنا بقول لكم عليها. والتكلفة الدراسة في البرنامجين، يعني في السنة الواحدة 12390، دي التيوشن في بتاعة الدراسة. يعني التكاليف الخاصة بالدراسة فقط، في مصاريف تانية خاصة بالمعيشة، وفي مصاريف تانية خاصة بالكتب والمستلزمات، لكن أنا بكلمك دلوقتي على التيوشن فيه، لأن دي هي الحاجة اللي بتميز ما بين كلية أو كوليدج وأخرى. فتكلفة 12390 ده أنا شايفه رقم قليل جدا إن أنت تيجي تدرس في فانكوفر، لأن الجامعة دي زي ما قلت لكم في قلب فانكوفر، جامعة ممتازة جدا. شايف رقم حلو جدا لو انت بتفكر تيجي تدرس هنا. طب تكلفة الدراسة بقى بشكل عام هتبقى عاملة ازاي؟ يعني يا سيدي قول 12500، زود عليهم 1500 حاجات كمان، ادي كده 14000 في السنة، وزود عليهم مصاريف معيشة بالنسبة لك 15000 في السنة او 14000 في السنة. يعني انت سنويا محتاج 28000 دولار في السنة. في سنتين يعني بتتكلم في 56000 دولار يكون معاك عشان تيجي تدرس برنامج زي ده. في ناس شايفة ان الموضوع ده كتير، في ناس شايفة ان هو قليل، لكن انا من وجهة نظري ان تكلفة الدراسة يعني قليلة مقارنة بحتت تانية كتير. وتكلفة المعيشة ما هياش فرق رهيب ما بين فانكوفر وما بين حاجات تانية، بالنسبة لو انت جاي كطالب. لو انت جاي كأسرة وحاجات زي كده هنتكلم عليها في فيديوهات تانية، بس ده كده باختصار التكلفة بتاعة البرنامج بشكل عام. طب لو انت حابب تقدم ايه الحاجات اللي انت ممكن تعملها؟ عندك طريقتين ان انت ممكن تقدم. اول حاجة ان انت تحاول تتواصل مع الجامعة وتشوف ايه الحاجات اللي هم طالبينها، او الطريقة التانية ان انت ممكن تتواصل معايا عن طريق اكاديمي. الحمد لله ساعدنا، يعني تواصلنا الحمد لله مع يعني اكتر من داخلين في 300 واحد الحمد لله من ساعة ما بدأنا، وناس الحمد لله كتير جدا جدا مقدمين معاهم، وناس سواء عدت الفيزا، ناس لسه شغالين في البروسيس بتاعة التقديم، في مراحل كتيرة جدا قدمنا مع الناس. فباختصار يعني انت ممكن حضرتك تتواصل معانا، واحنا بنقول لك بالظبط ازاي تقدم للبرنامج وايه احسن حاجة ممكن تعملها، ونكتب لك ازاي الليتر اوف انتنت لو انت بتغير من كارير لكارير تاني. ممكن اسيب لكم اللينك بتاع اكاديمي تحت، تشرفوني تتواصلوا معايا فيه، وان شاء الله اقدر اساعدكم. بس باختصار هم دول البرنامجين، وعشان كده بقول لكم دول مميزين جدا لو حد بيفكر في المعيشة وتكلفة الدراسة في كندا. اشكركم جدا متابعتكم، ولو انت لغايه دلوقتي متابعني فحابب اشكرك ان انت وصلت معايا وثبت لغايه دلوقتي. وما تنساش برضو في نفس الوقت تعمل لايك وشير للفيديو بعد ما تخلص. خلي بالكم على نفسكم، اشوفكم على خير. ما تنساش تعمل كومنت لو حابب تعرف حاجه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم حكم من كندا.